السلام عليكم الإخوان، بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى من الجميع يكون بخير وعلى خير. راني معكم فيديو جديد بخصوص خونا أيمن مسكين. المهم بانت شي حقائق اللي يقولوا أنه عنده انتقام ديال الجن وخاصو الرقية في أقرب وقت. المهم هادشي اللي قالوا بعض الفقهاء اللي مختصين في هذا المجال ديال الرقية الشرعية. المهم غنسمعوا لواحد الشيخ ظهر في قناة بدون ذكر الاسم. ظهر انه كيشخص الوضعية ديال ايمن وكيعطي التفاصيل ديال انه كيفاش طرالي حتى مرض. المهم نشوفوا الفيديو ونسمعوا ليه كاملين ونناقشوا. ايمن الهاشمي، هاد الوليد هذا ايمن الهاشمي السيمباي كان عنده هو كنيتو ايمن هاشمي واللقب سيمباي كانوا داروا في رشيد يوتيوب. الكنية الأصلية ديالو هاشمي، أيمن هاشمي. واحد القناة في اليوتيوب من مواليد 2000، وليد باقي صغير شاب في مقتبل العمر بدون. وكما سمعتو راه السيد الدري راه باقي صغير، باقي جون، ولد 2000 دونك دابا غتكون عنده تقريبا 23 عام. 23 عام مسكين وكنتمنى ليه الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله غادي يتشافى ويرجع لعائلته. المهم نكمل الفيديو. دراسة بدون علم، بدون معرفة خبايا وأسرار عالم الجن، اقتحم العالم ديالهم. غير هذا دار واحد المهم قال ليهم انه باللي هو ما عارفش وما عندوش علم بدرايه هادشي. لا، هو فاش كان دا يدير هذا المحتوى هذا كان عارف مزيان السلبيات ديال هادشي. عارف انه ملي تيمشي لدوك الديور المهجورين بالليل وكيمشي انه كيبغي يستحضر الجنون، بزاف د الحوايج. كان عارف انه داك الشيء خطير، ولكن كان انه كيحب داك المحتوى وبغى يطلع لاشين ديالو بداك المحتوى، حيت المحتوى ديالو قلال. هاد المحتوى ديال الجنون وداك الشيء قليل بزاف اللي كيديروه، فهمتي؟ وكان اللي كيديرو كيضرب كيطلع به لاشين وكيحبس وكيبدل. ولكن مسكين هو خدام على داك المحتوى وبقى فيه وما قام بالتغيير ديالو حتى تشد فيه داكشي. من اجل ماذا؟ من اجل تصوير فيديوهات باش يشوفوهم الناس ويكون عنده واحد المتتبعين خاصين بهذا المجال هذا اللي كيبحثوا على ان عالم الجن والمغامرات وعلى بحال هذا المكان اللي حنا فيه. عالم الجن خفاه الله تبارك وتعالى علينا، جعلوا عالم بوحده وعالم الانس بوحده. هذا الوليد هذا ايمن الله يشافيه، نتمنى الله تبارك وتعالى الله يشافيه ويرجعوا للميمه والاب ديالو سالما يا رب. خصو الرقيه الشرعيه. علاش خصو؟ نعم، كما قال الشيخ انه هذا السيد هذا كان عنده بحال عنده مساس او عنده مس ديال الجن، بسبب دوك الفيديوهات، بسبب دوك الخرجات اللي كيدير بالليل للديور. وبالليل بالليل ما كنقولش مع المغارب ولا شي، راه بجوج الليل 3 الليل عاد كيدخل للديور وكيصور. لا شوف هذا شحال الضو، ولا هذا دخل من هنا، لا، وكيوهم راسو بدوك الافكار وبدوك التخيلات. حتى طراليه خلل مسكين في العقل ديالو. هادشي راه بحال الانتقام كما غيذكر لنا هاد السيد هذا، هاد الشيخ هذا، بحال الانتقام من الجن. الجن انتقم منه حيت علاش مشى كيبحث وكيقلب وكيتبخشش على داك الشيء ديال الهم، حيت الله سبحانه وتعالى فرق ما بين الجن، فرق ما بين الانس. كاين العالم ديال الجن وكاين عالم الانس. علاش حنا غنمشيو نبقاو نبحثوا؟ المهم نكملوا الفيديو. شرعيه لان جا واحد النوع ديال انتقام الجن. ايمن كيصور فيديوهات كيدخل لبيوت مهجوره، بيوت مسكونه من الجن. تقول بان مصطفى ايمن السيمباي انتقم. كما كتسمعوا راه هو ملي كيمشي كيبحث على الديور اللي مهجورين، الديور اللي عارفين، اللي هو عارف انه
مسكونين وفيهم الجنون، يعني يا ربي السلامة، هو اصلا عارف علاش كيدير دوك الفيديوهات. نعم عنده انتقام الجن. انا نقول لك علاش ننتقم منه الجن. كيدخل المغارات، كيدخل الكهوف، كيدخل يعني الاماكن مهجوره، بيوت مهجوره خاليه، كيدخل المكان الخلاء. مكان الخلاء امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نبغيو ندخلوا ليه، كاين واحد الذكر خصو يتقال. كما سمعتو انه كان كيدخل الغيران، كيدخل بزاف د الحوايج. كما قال هاد السيد، هاد الشيخ هذا، قال لك يعني ملي تبغي تدخل لشي دار ولا شي غار، يعني ضروري تستحضر واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الذكر كيحميك من الجن. هو كان ما كيقولش ابدا حتى كيتبان ليه شي حاجه وكيبدا يقرا القران. يعني شتي، يعني هو ما كيقرا حتى حاجه، يعني هو داكشي اللي كيشوفه هو كيتبان ليه راه غير بحال كيوهم راسو، يعني بحال كيبغي انه يعني يجبد الانتباه ديال المشاهد باش يتخلع ويبقى يشوف ويبقى يتفرج. اما راه صراحة الله يعني ما كاينش شي جن غادي يبان لك، يعني ممكن يضربك ولكن يبان لا. بل انه تجرأ ومشى لواحد الحد اللي هو بعيد، اللي ما خصو يمشي ليه حتى شي واحد. اخطر شيء قام به. يعني من بين الاشياء الخطيرة بزاف بزاف اللي يعني ما كنصحش انا شخصيا، وهذا السيد هذا نيت غادي يذكر هذا الشيء، يعني ما كنصح حتى شي واحد يقرا داك الكتاب نهائيا. حيت من الاسباب، من بين الاسباب الرئيسية اللي ادت للمرض ديال خونا ايمن هو القراءة ديال هذا الكتاب. المهم نسمع. هو قراءة واحد الكتاب ما بغيتش نذكر سميتو باش حتى شي واحد ما يقطعه. نقدروا نذكروا الاسم ديالو ولكن نحضروا الناس من كتاب خطير. كتاب عرفتي اخويا، لا قريتيه واختي لا قريتيه شنو غيطرى لك حياتك غتقلب. كان يعني ما شاء الله يرتدي اجمل الثياب. اسباب هذا الكتاب ما قدرش انه يذكروه، حيدوه في المونتاج، حيت صراحة الله كتاب خطير. ما يمكنش شي واحد، راه ممكن كاينين مساكن اللي ما عارفينش، يعني ممكن يقلب على الكتاب ويمشي يقرا ويصدق هذا هو اللي دار، ويكون سبب ديال مرض شخص واحد اخر. يعني من الاحسن مزيان اللي حيدو من الذكر ديالو. فاصبح يعني مجنون. واي واحد قرا الكتاب اللي قراه ايمن، واي واحد دار شي مغامرات، خاصه انه كيمشي لمكان مثلا خالي من وجود البشر، ما كيدي معاه غير الكاميرا ديالو، كيمشي مع شي واحد وكيبقى يصور وهو كيصور يعني وكيتعمق، وما كان مثلا داخل ليه راه فيه ملوك الجن، راه فيه عفاريت. وهاد ايمن خونا يعني ما يعني غالب الاحيان اللي كيمشي كيصور يعني ما كيمشيش مع شي واحد، كيمشي بوحدو. ديال الجن، راه فيه مرضة الجن وانت داخل عليهم. هما واش جاو عندك؟ ما جاوش عندك، غايقول لك انت اللي جيتي عندنا، انت اللي اذيتينا، انت اللي ظلمتينا. هنايا كيجيك انتقام الجن. شحال يعني كما سمعتو، هذا عنده انتقام الجن، يعني بحال هاد الجن يعني دخل واقيلا شي دار ولا قرا شي حاجة وداك الجن انتقم منه، يا ربي السلامة. المهم داكشي ديال الجنون ما كنصحش شي واحد يبحث فيهم، وما كنصحش شي واحد يدخل في دوك التفاصيل، حيت كما قال يعني الله سبحانه وتعالى خلق عالم الجن بوحدو وعالم الانس بوحدو، كل واحد شاد الحدود ديالو. واحد البيت ديالو شعلت فيه النار بسبب الجن، شحال من واحد مرض. وهانتوما الوليد ايمن شحال في عمره دابا؟ يلا 22 سنه. واش تبغي خوك يكون بحال هكا؟ واش تبغي ختك تكون بحال هكا؟ واش تبغي واحد من الاسره ديالك قريب صاحبك غير صاحب؟ المهم كما سمعتو يعني الدري باقي صغير مسكين. ومن هذا المنبر كنتمنى من الجميع اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه ونكتروا بزاف بالدعاء. كنتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله، ويرجعوا يعني سالما معافيا للاهل ديالو. المهم شكرا بزاف على المشاهدة، واللي عجبو الفيديو يبارطاجي باش تعمل فائدة، وشكرا وتحياتي لكم. سلام. عزيز عليك، حنا شناه ما كنعرفوش، ولكن شناه بقى فينا. علاش بقى فينا؟ لان شاب ما بغيناش يضيع.